السلام عليكم على احلى متابعين. هنعمل النهارده الفته باللحمه الضاني. ده فته بقى مصريه جميله جدا. هنعملها باللحمه الضاني والشوربه بتاعتها بتبقى روعه. هنعملها بقى بطريقه حلوه قوي وسهله، مش هتاخد منك اي وقت. وهنعمل بقى ايه؟ الطشه بتاعتها اللي من فوق دي بتخلي الفتة في حتة تانية خالص. يلا بقى هنخش على الطريقة. اول حاجة معايا مية مغلية تكون بتغلي على النار، وهنزل بيه اللحمة. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمة الضاني. تمام. وحطيت معاهم حتتين كده من الدهن بتاع اللحمة. وهبدأ بقى احط ايه في الشوربة. هحط 3 حبات من الحبهان، وحطيت شوية ورق لوري، وهحط طماطمايه، وهحط بصلايه هقطعها نصين. بس على كده، ما بحطش اكتر من كده في الشوربة، لان اصلا شوربة اللحمة الضاني بتبقى حلوة ومسكرة، فمش محتاجة ان انا احط لها اضافات كتير. هنا بقى بعد حوالي ساعة الا ربع حطيت الملح. كانت خلاص اللحمة داخلة على سوا، فحطيت الملح وبسيبها حوالي ربع ساعة كمان. تمام. هبدأ بقى هنا هنعمل الرز بتاع الفتة. معايا هنا مادة دهنية، بتحطي معلقة من السمنة على شوية زيت. وهبدأ ان انا هستخدم هنا نص كيلو من الرز. انا عملت نص كيلو من الرز. هنعمل طبعا رز ابيض، لان الفته الرز بتاعها بيبقى رز ابيض. انا بحط الرز وببدا ان انا هسخنه على النار، بخليه ياخد حراره ال- الحله معايا، يبقى سخن معايا، عشان يبقى مفلفل كده وما يعجنش معاكي. ما ينفعش احط الرز واحط عليه الشوربه على طول، لا، اديله تقليبه الاول كده على النار لحد لما يسخن معاكي الرز كويس. ونبدأ بقى ننزل بيه بالشوربة ونغطيه كويس بالشوربة لحد كده ايه نص يعني عقلة صباعك كده. تمام. هبدأ بقى ان انا ايه هسيبه يستوي على نار هادية. انا بسيبه الاول لمدة دقيقتين على نار عالية، وبعد كده بهدي عليه النار. وبخليه ياخد سوا بقى على نار ايه هادية. هو ما بياخدش وقت، يعني بياخد بتاع حوالي ربع ساعة او تلت ساعة على حسب. هبدأ بقى هنا معايا العيش. انا معايا هنا افصاص. دي افصاص ناشفة. انا بقى ايه يعني بخليها عندي على طول. فانت لو مش عندك افصاص ناشفة مفيش اي مشكلة، بنجيب العيش عادي، اي عيش عندك، عيش ابيض، عيش بتاع مخبز، اي عيش. تبداي تقصيه بالمقص كده على شكل مربعات، وبعد كده تحطيه في صينية وتدخليه تحت الشواية. هياخد تحميصة من فوق، تقلبيه على الناحية التانية، يعني كل حوالي دقيقة كده او دقيقتين قلبيه عشان ياخد تحميصة من كل الجوانب. انا بعمل الطريقة دي لو مش عندي افصاص ناشفة. بعمل الطريقة دي في العيش، بقص العيش عادي جدا وبحطه في صينية. وممكن كمان تدهيني حبة زيت كده على العيش وتدخليه تحت الشواية من غير ما تولعي الفرن، وتقلبيه كده كل شويه وبيبقى تمام معاكي. هنا بقى الفصاص هبدا احط عليها الشوربه. انا هحط بس مجرد ما الشوربه تبان معايا خلاص. وبسيبها حوالي 10 دقايق. انا بسيب الفصاص في الشوربه 10 دقايق عشان تتشرب الشوربه، وبعد كده ابدا احط عليها الايه الرز. هنا بقى بعد ما حطيت الشوربه، خلاص الشوربه ظهرت معايا اهي كده خلاص. عشان ما احط الشوربه زياده وتعجن معايا، لا، بحط مقدار اللي هو ايه يخلي العيش يتشرب ويبقى مظبوط معايا. هنا بقى الرز بقى كان استوى معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. بقلبه بقى عشان يبقى مفلفل معايا، بديله تقليبه حلوه قوي، وبعدين هطفي بقى على النار واغطيه. هديله تقليبه كده الاول. شايفين قد ايه هو مفلفل معايا وحلو قوي، والملح بتاعه مظبوط. انا كنت حاطه ملح في الشوربه فما احتجتش ان انا احط له ملح. انت بتدوقيه، لو احتجتي تحطي له ملح بتحطي له ايه الملح. بس هبدا بقى ان انا اغطيه وهطفي عليه النار. نبدا بقى نخش على اهم حاجه في الفته، الطشه بتاعتها والتسبيكة بتاعتها اللي بالصلصة، اللي بتديها طعم تاني وبتوديها في حتة تانية خالص. معايا هنا معلقة كبيرة من السمنة، الافضل ان احنا نستخدم سمنة بلدي. وهحط عليها معلقة من الثوم المفروم. انا وريتكم الثوم فرمته مع معلقة كبيرة من الكزبرة. بنفرم الثوم مع معلقة كبيرة من الكزبرة. وببدأ بقى ان انا هحطه على السمنة. اول ما السمنة تسخن معايا هنزل بيه، وهقلبه بقى لحد لما التوم كده تطلع ريحته وياخد معايا لون ذهبي حلو. هبدأ بقى هطشه في المرحلة دي بنص كوباية من الخل.
تمام. هحط الخل، شايفين بقى ريحة التوم هتطلع دلوقتي مع الخل، بتقلب عندك البيت. هحط بقى هنا 5 معالق كبار من الصلصة. انا كترت الصلصة شوية عشان هسيب معلقتين كده هستخدمهم على اللحمة قبل ما احطها تحت الشواية. تمام. هبدأ بقى هقلب كويس قوي الصلصة كده خلاص. هحط لها بس التوابل وهقفل عليها. هستخدم هنا، انا الصلصة كانت فيها ملح، فانا هحط رشه صغيره من الملح، لان الصلصه عندي معايا هنا كانت فيها ملح، فانا دقتها لقيتها محتاجه بس حبه بسيطه من الملح، فحطيت رشه بسيطه من الملح. وهحط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهحط نص معلقه صغيره من البابريكا، وهحط برضو كمون. بس دي التوابل اللي انا حطيتها مع الصلصه. خلاص كده الصلصه بقت جاهزه معايا. هطفي بقى عليها النار، يعني متاخدش اي حاجه معايا، مجرد ما بحط التوابل بقفل عليها. هبدا بقى هنا اروح للعيش. العيش خلاص اتشرب الشوربه اللي معايا، خلاص بقى مفيش اي اثر للشوربه خالص. وفي نفس الوقت العيش زي ما انتم شايفين كده معايا حجمه بيزيد معاكي لما بيشرب الشوربه. هبدا بقى هنا هنزل بيه الرز. شايفين قد ايه الرز مفلفل معايا وحلو قوي، عشان هديت عليه النار وبيستوي على نار هاديه. والشوربه اللي انت بتحطي فيها الرز تكون بتغلي معاكي على النار، والرز يبقى سخن، ونحط على طول فيطلع معاكي مفلفل وحلو قوي. بس هبدا بقى هنا هسوي بس الرز كده من على الجناب. بحط بقى كميه الرز اللي انا عايزاها، وهبدا بقى احط الصلصه عليها. شايفين بقى الصلصه حمرا معايا وحلوه ازاي. حطيت عليها معلقه البابريكا دي، بتدي لون حلو قوي للصلصه. بس هبدا بقى انا هسيب كده معلقتين من الصلصه عشان هستخدمهم على اللحمه. طلعت اللحمه من الشوربه، وهبدا ان انا هحط معلقتين الصلصه اللي احنا عملناها بقى بالثوم والخل والتوابل دي، بحطها كده على اللحمه وتدخليها تحت الشوايه. ما بولعش الفرن لان اللحمه مستويه معايا، مش محتاجه اي سوا تاني. انا بحطها بس تحت الشوايه تاخد لون، وتخلي بقى طعم اللحمه حلو قوي الخلطه دي. بس هحطهم بقى تحت الشوايه لمده حوالي ربع ساعه، وهطلعها بقى من تحت الشوايه واحطها على الفته. وكده بقت بألف هنا وشفا، والفته بقت جاهزه معايا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.